انا جايلك علشان تعلميني ازاي اتعامل مع الناس. انا عديت ب3 صدمات في حياتي، صدمه ورا التانيه، اتهشمت نفسيا. اول صدمه في حياتي كانت من سلفتي منال. هي كانت حامل، فانا لما عرفت انها حامل اتغصت وبقيت حامل. هي كانت في الشهر التاسع وانا كنت في الشهر السابع. معرفتش اتصرف ازاي واعمل ايه عشان اولد قبلها، فهي ولدت قبلي. اول ما ولدت قررت ابقى حامل تاني عشان اولد قبلها، فهي اتغاظت وبقت حامل. ولدنا في شهر يناير مع بعض، فهي بقت حامل في فبراير، فانا اتغاظت وحملت تالت، وولدنا في شهر 12 مع بعض، فهي حملت، وهكذا يعني فضلنا كده. انا معايا دلوقتي 5 ولاد و5 بنات وشايب. هي مش عارفه تجيب الشايب، فقطعت علاقتها بيا وخدت عيالها وجوزها وهاجروا كندا. هاجرت وراها، ورقي ما كملش ومعرفتش اسافر، وعرفت ان هي السبب، هي اللي وقفت لي في ورقي ومعرفتش اكمله. ودي كانت اول صدمه في حياتي. دي اول صدمه. وتاني صدمه ايه؟ تاني صدمه كانت بنت خالة سلفتي منال، دعاء. كانت معايا في الشغل، وعلشان اكون صريحه يعني هي اللي جابت لي الشغل ده، هي اللي شغلتني بصراحه، يعني كتر الف خيرها. بصراحه كده انا اول يوم ليا في الشغل الجو ما عجبنيش، بيئه الشغل ما عجبنيش الاتيتيود بتاعهم. فرحت للمدير وقلت له على ملحوظاتي بخصوص بنت خالة منال دعاء واصدقائها في المكتب. المدير رفضهم. طب انا مالي؟ لقيتها ملبساني انا التهمه وبتقولي انا جزاتي يعني انا شغلتك. طب انا مالي؟ وقالت لي انت عصفوره قذره. ما فهمتش يعني ايه عصفوره؟ هي بتتريق عليا يعني عشان تخنت ولا ايه؟ ممكن. تالت صدمه ايه بقى؟ الصدمه التالته كانت من دينا بنت عم سلفتي منال. هي سلفتك منال دي ملهاش اهل. دينا كانت مخطوب، ما كانش بيحبها. عرفت ازاي انه ما بيحبهاش؟ حسيت كده يعني. اوكي. دخلت في حياتهم وحشرت مناخيري. يوم من الايام صحيت من النوم ولقيتني خطيبه حسام. طب ودينا بنت عمة منال؟ لا دي طلعت بنت اي كلام، فهمتني ان انا السبب وقال ايه انا اللي خدت منه حسام. لا بقول لك ايه العب باليه. ايه يا دكتوره؟ دكتوره ايه يا بت؟ دكتوره ايه؟ ده انت اللي دكتوره. قومي يا بت اطلعي بره، لا نزل الشبشب ده على خلقتك. انت بسلفتك منال بولاد خالة منال بولاد عمة منال، اطلعي بره ما اشوفش وش امك.